بكام الساعة دي يا باشا؟ باشا الساعة دي ب 6000 جنيه. دي فيها كذا؟ اه يا باشا فيها كذا وكذا وكذا. طب تمام جدا، انا عايز واحدة. اه يا باشا كنت عايز اقول لك كمان دي فيها كذا وكذا وضد المية وبتعمل وعليها ريفرنس كود واحسن من كذا في كذا واحسن من كذا في كذا. طب يا باشا خليها لك. ليه؟ لان اللي بيحصل ده حاجة اسمها اوفر سيلينج. البياع زي ما هو بيضيع منه البيع بسبب انه مش عارف يبيع، ممكن يضيع منه البيع بسبب ان عنده اوفر سيلينج. دي حاجه خطيره جدا. يعني ايه بقى اوفر سيلينج؟ وانس ان العميل اللي قدامك اشترى، خلاص الموضوع انتهى. جماعه هو انت وصلت لهدفك في السيلز. طالما وصلت للهدف بتاعك اسكت خلاص. اي بيع زياده بتبيعه تفتكر انه هيسير عند الكاستمر بوزيتيف ايموشن ولا نيجاتيف ايموشن؟ لا، هيحرك النيجاتيف ايموشن. فعايز اقول لك ان واحد من اكبر الاخطاء ان انت في البيع يكون عندك اوفر سيلينج. ما تافورش في المنتج. انت بتبيع منتج لوجيك منطقي جدا ان هو يحل مشكله عميل، العميل راضي بيه وبسعره وبشويه الخصائص اللي فيه اللي هو شايفها وحاببها. خلاص الموضوع انتهى. طالما اشترى او طالما في باينج سيجنال او علامات شراء واضحه، الموضوع خلص. انت عارف عامل زي ايه؟ عامل زي مثلا ان انت تروح تعمل انترفيو، ففي السكند انترفيو الراجل اعجب بيك وقال لك على فكره انت شاب كويس وانا هصعدك للاتش ار، هتجي له يوم الثلاث الساعه 10. لو انت بعد الجمله دي بعت نفسك باي كلمه زياده، فانت بتعمل كارثه اسمها اوفر سيلينج. يعني تبدا تقول له ايه، وعلى فكره كنت عايز اقول لحضرتك كمان ان انا واخد انجلش كورسز وبعرف في الاكسل وهعرف اعمل كذا وبعرف اعمل كذا. اللي انت بتقوله ده بيخليه يبص لك بصه نيجاتيف على انك بتغلوش على حاجه او بتداري على حاجه، او انك ما كنتش واثق في نفسك اصلا انك تبقى اكسبتد. فانت فرحان قوي وعامل اوفر اكسبكتيشن قوي، فانت خليتني انا اندم على قراري او احس ان انا خدت قرار غلط. خلي بالك. امال اعمل ايه؟ تقول له شكرا يا فندم، تحت امرك يا فندم، وان شاء الله اكون عند حسن ظن حضرتك واكون موجود في الميعاد. شكرا. بيع نفسك بجمله زياده او بخصائص زياده او بيع المنتج باي حاجه زياده بعد العميل ما يشتريه، دي كارثه اسمها اوفر سيلينج. احذرها لانها بتضيع علينا بيع كتير جدا جدا. وعلى فكره ممكن تقلق العميل. يعني انت عشان تبيع له ساعه وهو يشتريها ويطلع فلوسها وهو بيطلع الفلوس، رحت انت جاي قايل له ايه؟ على فكره ليها ريفرنس كود علشان تبقى مطمن، مش نصب ومش حاجه. انت كده خسرت نفسك البيعه. ليه؟ لانك حطيت في دماغه عامل جديد ان ممكن يكون ده ايه ده هو ممكن يكون اصلا الساعه ريفرنس كود اللي عليها مضروب وبتتسرق وتدخل. لا لا لا، لما ادخل بقى الاول على الميديا وافهم واعرف الريفرنس كود ده ممكن نضرب ولا لا. انت راجل عندك قدامك ساتسفايد بالمنتج وفهم بعض الفيتشرز اللي هو حاببها واللي هو بيدور عليها وهيطلع الفلوس وهيشتري، اسكت. لان الزياده منه اسمها اوفر سيلينج ودي قاتله في البيع. وبالتوفيق دايما ان شاء الله.